فكرة عقد الإيجار الإلزامي أو الكاش ماني باك، إنك هتشتري دلوقتي محل وبعد كده هتدفع منه جزء وليكن 40% من ثمنه، وكمان هتاخد عائد على المقدم ده، وبعد كده هتيجي تدفع الأقساط. لا، أنا بضمن لك إن أنا هأجر لك المحل، والإيجار هيدفع القسط بتاعك. احنا كده وصلنا لحالة من الإنذار أو الكارثة اللي ممكن تحصل فيما بعد، لأن دي كانت فكرة تسويقية إن احنا هنبيع العقار بتاعنا إزاي، أو فكرة الكاش ماني باك. لكن دلوقتي وصلنا لقينا إن كل الشركات أو أغلب الشركات أو 70 ل 80% من الشركات اللي بتبيع مشاريع بتبيع بنفس الفكرة. طب انت بعد كده هل ضامن موضوع الإيجار مع الكم الهائل من المولات؟ انت مش ضامن موضوع الإيجار. ومش بس كده، ده كمان بيكتب لك عقود ثلاثية بالإيجار، وبيدي لنفسه فترة سماح بتبقى سنة. أما أنت كعميل شاري بيديك فترة سماح 15 يوم بس، لو أنت ما دفعتش القسط يبقى العقد مفسوخ من تلقاء نفسه. فأنت لو بتشتري محل تاخد بالك، لأنك هتقعد فترة سنة أو سنتين بعد ما تستلم هيكون المحل لسه متأجرش، وأنت ملزم إن أنت تدفع الإيجار. وثانك يو لإلكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين.